بص، في حاجة لو فهمتها صح حياتك هتتشقلب، اسمها قانون الجذب. بس اسمعني للنهاية، لأن المفهوم ده اتمرمط في السوشيال ميديا لدرجة إنه بقى هزار. قانون الجذب مش لعبة توقعات ولا كلمات بتقولها قبل النوم، هو ببساطة العالم بيرد علينا بنفس اللي جوانا. فلو اللي جوانا مكركب، حياتنا هتبقى مكركبة. انت دلوقتي جاي تقول لي ليه حياتي واقفة؟ ليه مش بيجيلي اللي انا عايزه؟ بس تعال نبص على اللي انت بتعمله في نفسك كل يوم. انت اول ما تصحى ماسك الموبايل تتفرج على ناس شكلها احسن، حياتها احلى، وتحط نفسك جنب الناس دي، وبعدين تستغرب ليه طول اليوم حاسس انك قليل. العالم هيديك صورة لنفسك مش صورة لحلمك. تمسك علاقة بايظة وتقول يمكن يتغير، يمكن يتحسن، وتتنازل وتوجع نفسك وترجع تقول لي ليه كل اللي بيديلي بيقلل مني؟ لأنك أنت اللي قللت من نفسك قبل أي حد. تخاف تقول رأيك، وتخاف تاخد خطوة، وتخاف تزعل حد، وتفضل ماشي على هوا الناس مش على هواك. وبعدين تقول لي نفسي أتغير، نفسي حياتي تتحسن. طب إزاي؟ إزاي وهي دي طريقتك؟ إزاي وإنت أصلا مش عايز تغير روتين يومك اللي زي ما هو بقاله سنين؟ وانت طول الوقت بتبعت للعالم رسالة انك مش واقف على رجلك، مش ثابت، ومش شايف قيمتك. وفوق ده كله ماسك وجع قديم من سنين، وعمال تعيش نفس القصة في دماغك كل يوم، وتسأل ليه نفس السيناريو بيتكرر؟ لأن العالم بيديك اللي يناسب مشاعرك مش اللي نفسك فيه. بتفكر في نكد هيزود لك نكد، بتفكر مين خانك هيجيب لك تاريخ الخيانة من أولها، لأن دماغك شغالة على نفس الطاقة. ومهما حاولت العالم بيودلك نفس الشيء. فبلاش تسأل طب أعمل إيه؟ اسأل أنا إيه اللي بسمح له يحصل؟ أنا ليه سايب الناس تعمل كده فيا؟ أنا ليه بكرر نفس اختياراتي؟ لما تبدأ تحب نفسك فعلا، تحط حدود، توقف مقارنة، وتتعامل مع نفسك باحترام، ساعتها بس قانون الجذب هيشتغل معاك ومش عليك. اعمل لايك وفولو واستنى الباقي.